السلام الله وبركاته. معكم فيصل عنزي اللي لكم شرح كيف تقسط عن طريق خدمة تمارا، ايفون او ايباد او اي جهاز تبغاه. الطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة. ثاني شيء يمديك تستخدم خدمة تمارا في اي تطبيق او اي موقع يدعم الخدمة، مو بلازم مثلا نون زي الان انا بستخدم الخدمة في نون، بس عشان اشرحها بسطة راح اشرحها عن نون. الطريقة ذي اللي راح اشرحها الان نفس الطرق في اي موقع ثاني او اي تطبيق ثاني. ثاني شيء وتعقيب مهم، راح تلقون في الوصف شرح الخدمة كاملة، رابط شرح باليوتيوب، شرحت الخدمة كاملة بالتفاصيل وكل شيء، وكيف تسجل وكيف خطوات كاملة شرحتها فيه. راح تلقونه في الوصف ومثبت في اول تعليق. الطريقة جدا سهلة ومرة بسيطة، وخلنا نبدأ الشرح. تضيف المنتج اللي تبغى تشتريه للسلة، يعني اهم شيء يكون قيمته فوق 100 ريال او قيمة السلة كاملة فوق 100 ريال عشان تقدر تقسط. زي ما تشوفون الحين اليوم راح نشرح عن تشتري جوال او ايباد. زي ما تشوفون اضفت الجوال الى السلة. زي ما تشوفون طلعت لي خدمة فوق، زي ما تشوفون مكتوبة خدمة تابي وتمارا. نضغط على اتمام الشراء. اليوم شرحا عن خدمة تمارا. زي ما تشوفون ننتظر لين تفتح معنا القائمة اللي بعدها اللي عند الشراء. زي ما تشوفون فتحت معنا اللي هي تمارا، نضغط عليها. زي ما تشوفون يقول القسط 747.25 هللة. نضغط عليها تأكيد الطلبية. راح ياخذ معك شوي وقت لين تفتح معك الصفحة ثانية اللي هي حقت خدمة تمارا. زي ما تشوفون هنا فتحت معي، حطوا رقمي الموجود في نون ورسولي رمز التحقق. زي ما تشوفون اجي بس اكتب رمز التحقق اللي راح يجيني، وطبعا لازم تشوف الشرح كامل حق الخدمة افضل عشان تعرف الطريقة انشاء حساب وزي كذا. زي ما تشوفون طلب مني الان ادفع الان القسط الاول تقريبا 2000، والقسط اللي بعد 300، والقسط اللي بعده 333، وهكذا يعني متتالية. السبب جدا بسيط، لان انا عندي اقساط في تمارا، ولا اقدر اخذ اقساط اضافية. بس اذا كان هذا اول قسط لك ولا عندك التزامات بشكل عام، ما عندك قروض ولا شيء، راح يقسم لك المبلغ زي ما طلع لي قبل شوي 700 لمدة 4 شهور وكسور، يعني 700 وكسور. بس انت تجي تضغط على المتابعة وتدفع بالبيع، وكذا بكل بساطة شريت المنتج عن طريق خدمة تمارا، وراح يوصلك المنتج بشكل طبيعي يعني خلاص. بعدين تدفع الاقساط عن طريق خدمة تمارا. واذا تبي تعرف آلية دفع الاقساط والامور ذي، زي ما ذكرتكم لازم تتابع الشرح حق الخدمة كاملة عشان تستفيد بشكل عام. وبس في نهاية المقطع اتمنى ما تنسوا اللايك واشتراك بالقناة. يلا مع السلامة.